ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا انا كل يوم للاسف لما بصحى الصبح بقعد افكر نفسي هو انا ليه بلعب اللعبه دي اصلا؟ يعني عليا من ده بايه؟ يعني انا ناقص خوازيق في حياتي؟ ما كفايه اللي انا شايفه. لكن انت عارف عزيزي المشاهد اللعبه دي معموله لهواة جلد الذات. يعني في ناس تحب كده تجلد ذاتها، تحب بقى تطهر نفسها، تغسل ذنوبها. ما هو ما تقنعنيش ان في سبب تاني يخليك تستمتع باللعبه دي وتبقى عايز تلعبها كل مره غير كده. ولكن عزيزي الفانتساوي انت تستاهل لك تمثال. ايوه تستاهل لك تمثال على البهدله اللي انت بتبهدلها ومستحملها. وانا جاي اقول لك من منبري هذا انسى وفوت، عشان لو كنت فاكر ان الخوازيق خلصت فلا، الخوازيق اللي جايه العب من الخوازيق اللي فاتت. طبعا الحلقه دي بتتصور قبل اليوم الاخير من الجوله ال 22 وانا لغايه دلوقتي مش عارف انا هبقى اخر اليوم مبسوط ولا متخزوق. فعزيزي لو انت عرفت ان انا متخزوق قول لي في الكومنتات تحت انت اتخزوقت يا بابا. طبعا بقى بما ان الجوله 23 الديدلاين بتاعها يوم السبت فمفيش وقت للصياح، تعالوا نشوف حلقتنا النهارده واهم اللعيبه اللي تحت الرادار وعينينا عليها وممكن نجيبها ونخطفها تجيب لنا نقط الفتره اللي جايه. ويلا بينا. اهلا وسهلا بكم جميع مشاهدي ومتابعي قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بكم، معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانتسي البريمير ليج وحلقه خوازيق جديده نستعد فيها للجوله ال 23. زي ما قلت لك هنحاول النهارده في حلقتنا، هي مش كبيره، هي تبقى حلقه قصيره كده دردشه خفيفه عن اهم اللعيبه اللي عينينا عليها، لان خصوصا خلينا بالك ان الفتره اللي جايه نقدر نقول احنا داخلين في مرحله التمبلت، يعني ان احنا كلنا تشكيلاتنا هتبقى واحده، هتفرق بس لعيبه بسيطه، لعيب 2 3 مش كتير. عشان كده انا عندي كام لعيب النهارده هنتكلم فيهم، حوالي 4 أو 5 لعيبه انا شايف ان اللعيبه ديت ممكن نخطفها ريسكات وديفرنشالات معانا الجوله اللي جايه، ممكن نجيب من وراها نقط حلوه. بس يا معلم قبل ما اتكلم قبل ما اقول اي حاجه ما تنساش تعمل دعم ليا واشترك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي، تطلع زرار محطات مكتوبه سبسكرايب، دوس عليه تفعله وجنب الجرس التنبيهات برضه دوس عليه تفعله للكل عشان اول ما اعمل اي حلقه جديده تجيلك على طول. لايك والشير يا باشا، المتين بتاعك ما تنساوش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر تنتشر وتوصل لاكبر عدد متابعين. طبعا قناتنا على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته، خش اشترك معانا في الاكونتات عشان دايما تبقى متابعني كل جديد. والدوري بتاعنا دوري قوي وتقطيع وليس للضعفاء، في الديسكربشن تحت صندوق الوصف في كود ولينك الاشتراك للدوري اللي بنلعب بيه. لو قلبك رايف ما تشتركش معانا، ولو فاتتك الفرصه الاولى عندك الفرصه الثانيه تقدر تعوض فيها، ابقى قابلني. لو عرفت تعمل اي حاجه برضو كود ولينك الاشتراك في الدوري ده موجود في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو، خش اشترك معانا ووريني نفسك. خلينا نبدا مع بعض كده عزيزي المشاهد باول اللعيبه اللي ممكن نجيبها معانا في تشكيلاتنا الفتره اللي جايه وممكن نستفيد من وراها وتجيب نقط كويسه جدا الفتره اللي جايه وخصوصا الماتش الجاي. هو واحد اول لعيب طبعا معانا هيكون هو جيمس ماديسون من فرقه توتنهام. جيمس ماديسون اللعيب اللي غاب لفتره طويله بسبب الاصابه، رجع تاني من الجوله اللي فاتت لعب كاساسي قدام فرقه برينفورد والراجل قدر يصنع اسيست ويطلع ب7 نقط. طبعا اكيد انت دلوقتي بقى محتار ما بين ريتشارلسون وما بين جيمس ماديسون والراجل معاك، طب تبيعه ولا تجيب جيمس ماديسون ولا الدنيا ظروفها ايه؟ انا كلامي موجه للناس اللي معاش حد من توتنهام خالص وكان معاها سن ومستنيه وقاعده سن يرجع. لعيبه زي ديت اما تبدا بقى تحتار وعايزه تجيب حد من توتنهام وتبقى قدامها طريقين اتنين او لاعبين اتنين مش عارفه تجيب مين، تجيب ريتشارلسون ولا تجيب ماديسون. نقدر نقول ان الاثنين بنسبه كبيره ضامنين مكانهم كاساسي الفتره اللي جايه حتى مع رجوع سن تاني، ولكن حته الادفانتج اللي واخدها ماديسون في لعب الضربات الثابته والسيت بيسز ديت تديله ادفانتج كويس ممكن تدخله في البونص. طبعا ده اللي حصل، الراجل من اسيست يتيم عمله في المباراه خد فيها 2 بونص. فاكيد اما نبدا نتكلم في موضوع زي ده هيتبادر لذهنك سؤال تاني، طب موضوع بيدرو بورو بقى نعمل فيه ايه؟ هل الراجل مستاهل ان احنا نسيبه معانا بعد ما ماديسون رجع وخد السيت بيسز؟ عايز المشاهد ماديسون خد السيت بيسز بس ما خدش ركنيات، لان لسه لغايه في الماتش اللي فات شايفين بيدرو بورو ما زال بيلعب الركنيات. عايز تسيبه معاك على امل يخطف لك حاجه من الركنيه ولا كده، وخصوصا ان توتنهام بيتميز في الموضوع ده ومال. لو انت بقى شايف ان توتنهام دفاعيا ملط زي ما هو واضح كده وزي ما كلنا عارفين وعايز ترخص وتجيب واحد مثلا زي اودوجي ماله، وممكن انا نفسي ابقى متشجع على موضوع اودوجي ده، لان انا شايف ان موضوع بيدرو بورو انه يزيد هجوميا مع موجود طبعا اللعيبه المتميزه الهجوميه الموجوده قدام زي جونسون وريتشارلسون وماديسون وطبعا فيرنر وسون لما يرجع لهم. فكره ان احنا نشوف بيدرو بورو بيزيد تاني قدام ويحاول يجيب اهداف ممكن تكون صعبه، وخصوصا ان دفاعيا الراجل في الارتداد ضعيف جدا. فهل بقى ممكن يعني انجي بوستكوجلو يفكر انه لا يخلي بيدرو بورو هو اللي ما يتقدمش واودوجي هو اللي يتقدم الناحيه الثانيه؟ برضه ممكن، كل شيء وارد. ولكن الاهم عزيزي المشاهد انا شايف ان واحد زي جيمس ماديسون لازم يكون معاك الفتره اللي جايه. الراجل في 12 زور مع الفرقه بس لغايه دلوقتي، وطبعا ده لانه كان غايب لفتره طويله للاصابه. الراجل قدر يجيب 3 اهداف ويعمل 5 اسيستات ويصنع 6 فرص كبيره
كبيره. هتقول لي طب يا بوب انت بتكلم الناس اللي هي ما معهاش لا ماديسون ولا معاها ريتشاردسون. طب انا واحد معايا ريتشاردسون، هل ابيع ريتشاردسون عايز اجيب ماديسون؟ لا، خليك في ريتشاردسون عادي جدا. واعتقد ان ريتشاردسون ما زال مكمل كاساسي في التشكيله الفتره اللي جايه حتى مع عوده سون. مش معقوله راجل في 7 مباريات بيعمل فيها 7 اهداف ويجي يقعد دكه بعد كده، ده ما اعتقدش ممكن يحصل. هو ممكن يعاني الماتش اللي جاي قدام ايفرتون ولكن عشان فرقته القديمه، ولكن الاثنين اوبشنين كويسين جدا. طبعا بس انا اللي كان مقلقني من موضوع جيمس ماديسون وما جبتوش معايا من الجوله ديت ان انا كنت مستني اشوف ارقامه هتبقى عامله ازاي في عودته مره اخرى كاساسي قدام فرقه برينفورد، ولكن الراجل ارقامه كانت كويسه جدا. الراجل قدر يعمل 3 تبصيات مفتاحيه كي باس زي ما بيقولوا، قدر يشوط شوطين على المرمى وفي شوطين منهم اتعمل لهم بلوك. راجل نسبه تمريراته الناجحه كانت بنسبه 91%، والراجل زي ما قلت لك على الاسيست اليتيم اللي بالصدفه اللي خده جه عليه 2 بونص. اما اللعيبه اللي عندنا اللي بعد كده اللي ممكن نفكر فيه ونجيبه معانا على مستوى خط الوسط بالنسبه لتشكيلتنا هو ليون بيلي، وخصوصا بقى نبدا نفكر في واحد زي ده مع فكره بقى عوده هالاند وفي تميز كبير لكل المهاجمين الموجودين على مستوى اللعبه لغايه دلوقتي، فتبدا تفكر ان انت تخلص من واحد زي واتكنز الراجل اللي بسعر غالي اللي هو كل فين وفين على ما بيعمل لك اتاك ريتيرز، وتفكر في واحد زي ليون بيلي الراجل مهاري واثبت كفاءه، والراجل الجوله اللي فاتت لما نزل قدام نيوكاسل قلب الدنيا، وممكن يقنع اوناي امري انه يستمر كاساسي في التشكيله بدل ديابي. ممكن تفكر ان انت تجيب ليون بيلي في سبيل ان انت لو عايز تبيع واتكنز بعد كده عشان تجيب واحد زي هالاند مفيش مشكله ممكن تعملها. الراجل بصراحه في 20 ظهور مع الفرقه لغايه دلوقتي اغلبهم ما كانش بيلعب فيهم كاساسي، لان الراجل قدر يجيب 6 اهداف ويعمل 6 اسيستات ويصنع 6 فرص كبيره. ففكره بقى انت لو عايز يكون حد معاك من استون فيلا علشان الماتشات اللي عندهم الجايه والراوند اللي عندهم الجاي الفتره اللي جايه، وتضحي بواحد زي واتكنز اللي سعره غالي جدا في سبيل ان انت تعرف تستخدم واحد زي هالاند او توفر الفلوس عشان يبقى معاك مثلا واحد زي هالاند وواحد زي دي بروين وواحد زي محمد صلاح، وتوفر الفلوس وتجيب حد رخيص زي ليون بيلي، انا شايفها فكره حلوه مش وحشه. وخصوصا ان انا زي ما قلت لك الراجل اثبت كفاءه الفتره اللي فاتت وقدر نزل برضه قدام نيوكاسل يغير الملعب وغير من شكل الفريق وادى طبعا بعد هجومي كويس جدا. الراجل مهاري طبعا شايفينه، نقدر نقول ان اوناي امري ممكن يبقى مقتنع بيه الفتره اللي جايه يشاركه اساسي. اما اللعيب الديفرنشال اللي ممكن تاخده معاك ريسكات وعايز حد رخيص على مستوى الهجوم توفر بيه فلوس عشان تعرف تجيب هالاند معاك على مستوى التشكيله، فممكن تفكر في واحد زي فوستر مهاجم فريق بينلي، الراجل اللي ما شاركش مع فرقته فتره طويله الموسم ده وده بسبب الاصابه، الا ان الراجل في 13 ظهور مع الفرقه لغايه دلوقتي قدر يجيب 4 اهداف ويصنع 3 اسيستات، مش كده وبس، وشاط 19 شوطه اون تارجت. الراجل طبعا اللي بيتميز بسرعاته وانطلاقاته، والراجل نقدر نقول كويس على الجون، ولكن بيلعب على ارضه وسط جماهيره الجوله الجايه قدام فرقه فولهام ممكن يشوفوا بيخطف حاجه، وخصوصا ان الراجل ده قدر يعلم على فرقه فولهام في النص الاولاني من الموسم. طبعا هي فكره بس طرح اسم فوستر ده، هي فكرته بس ان انا اوفر بيه فلوس لو انا عايز اجيب هالاند معايا، مش عشان هو عظيم او خطير، لا هي فكره بس ان انا هحاول اوفر من وراه فلوس، خصوصا زي ما قلت لك لو عايز اضحي مثلا بواحد زي واتكنز عشان اجيب واحد زي هالاند وعايز مهاجم رخيص بدل واتكنز، فليه لا، ممكن افكر في واحد زي فوستر. مش بس فوستر، ممكن تفكر فيه من فرقه بيلي، ممكن تفكر برضو في واحد زي فوفانا الراجل اللي جاي على سبيل الاعاره من تشيلسي، طبعا كان صاحب الاسيست في الجون الوحيد اللي جابوه قدام السيتي. فدي كلها اختيارات رخيصه نقدر نعتمد عليها على مستوى الهجوم في سبيل ان انا عايز اوفر فلوس يكون معايا مثلا هالاند ودي بروين وصلاح لما يرجع. اما اللعيب اللي عندنا اللي بعد كده اللي ممكن نفكر فيه لو هو لسه مش معاك في تشكيلتك وعايز تجيبه معاك في التشكيله بتاعتك هو انتوني جوردون، طبعا من فرقه نيوكاسل، الراجل اللي جات له الفرصه انه يلعب فيها كمهاجم الجوله اللي فاتت قدام استون فيلا بعد اصابه ايزاك وخروجه مصاب. هتقولي طب ما هو ويلسون ممكن يكون راجع من الاصابه الجوله اللي جايه، ولكن هل هو ده معناه ان ممكن ايدي هاوي يدفع بيه كاساسي من اول المباراه وهو لسه راجع من اصابه؟ طبعا ده اكيد ممكن يكون شيء صعب، وطبعا ده يدي الفرصه لواحد زي انتوني جوردون هيلعب كمهاجم قدام لوتن تاون على ارضه وسط جماهير السانت جيمس بارك، ده ممكن يديله فرصه كويسه جدا انه يعمل حاجه الجوله الجايه. طبعا مفيش احسن من كده، لعيب متصنف على اساس انه لعيب خط وسط يلعب لك كمهاجم فل الفل وعينه بالعينه، وخصوصا ان الراجل مقدم مستوى عظيم ببدايه الموسم لغايه دلوقتي. الراجل في 21 ظهور مع فرقه نيوكاسل لغايه دلوقتي قدر يجيب 7 اهداف ويعمل 5 اسيستات ويشوط حوالي حاجه و40 شوطه اون تارجت، فليه لا؟ لو ما معكش انتوني جوردون الجوله الجايه ممكن تفكر تجيبه على مستوى خط الوسط، تاخده ريسكات وديفرنشالات معاك الفتره اللي جايه. ليه بس يا بوب؟ طبعا بارنز راجع يعني، طب ده ما فيهوش قلق على موضوع جوردون والروتيشن والكلام اللي ممكن يحصل؟ هو طبعا ممكن يكون في قلق، ولكن الاكيد ان في الثلاث الاربع جولات اللي جايين اللي انا عايز فيهم جوردون عشان رن الماتشات الحلو بتاع نيوكاسل، ما اعتقدش ان بارنز هيرجع ياخد مكانه كاساسي في خلال الثلاث اربع جولات اللي جايين على حساب جوردون، ده في ظل ايه؟ في ظل اصابه ايزاك، وطبعا عندهم واحد زجاجي زي ويلسون. فلا عزيزي المشاهد، اعتقد ان انا شايف جوردون على الاقل الثلاث اربع جولات اللي جايين اللي انت تبقى عايزهم فيهم رن الماتشات الحلو، اعتقد انه ممكن يكون اساسي في الثلاث
4 جولات اللي جايين. اما اللعيب اللي عندنا اللي بعد كده اللي بينافس على صداره الهدافين وهو سولانكي، مهاجم طبعا فرقه بورموس العظيم، راجل اللي طالع عليه اخبار واشاعات الفتره اللي فاتت وهو على الموضوع انتقاله لتوتنهام، وان توتنهام بيفكر انه يشتريه. طبعا الراجل لغايه دلوقتي قدر يجيب 12 جون ويعمل اسيست وحيد ويشوط حوالي 70 شوطه اون تارجت، وكل ده في ايه؟ في 20 زور مع الفرقه لغايه دلوقتي. وطبعا راجل يعني مش غالي قوي ومعاه ضربات الجزاء، فمفيش احسن من كده. وايه؟ ورايح يلاعب الفرق اللي جاب فيها هاتريك على ارضهم ووسط جماهيره، ما بالك بقى وهو بيقابلهم على ارضه ووسط جماهيره. ومش كده وبس، ده كمان ايه؟ اغلب المهاجمين اللي لعبوا قدام نوتنجهام تقريبا كلهم تألقوا وجابوا نقط. فواحد زي سولانكي لو انت بس الشيطان وزك او فكرك ان انت تبيعه علشان صالح اي مهاجم تاني، لا سيبه معاك الجوله دي، وممكن تسيبه معاك على طول. وخصوصا ان الراجل فيه انباء على ان عندهم ماتش دبل قدام لوتن تاون اللي كان اتلغى، فطبعا هو احنا مش عارفين هيجي امتى، لكن المفروض الكلام انه هيجي الماتش بتاع الدبل بتاعهم قبل الجوله 29. بس سولانكي عزيزي المشاهد ما تضحيش بيه، لو هو مش معاك ممكن تفكر تجيب. اما اللعيب اللي معانا الاخير وهو عوده المرعب الفايكنج العتيه الهالاند ابو 24000 حصان. الراجل لعب حوالي ربع ساعه في الماتش اللي فات قدام فرقه بينلي، راجل نزل عمل يعني نقدر نقول في الكام دقيقه اللي لعبهم عمل شغل كويس. تقريبا راجل كان ليه شوطين 3 منهم 2 اتعمل لهم بلوك وواحده شاطها بره المرمى، ولكن نقدر نقول ان الراجل قدم مستوى كويس. واضح ان عنده الشغف وعنده الرغبه انه عايز يعمل حاجه بقى الفتره اللي جايه. طبعا بقى ما تنساش ان نرجع له كيفن دي بروين، الراجل اللي بيقدر من اي حته في الملعب يقدر يوصل هالاند للجون ويخليه يسجل. طبعا ناس كتيره استعجبت المباراه اللي فاتت ازاي الفاريز قعد لغايه نهايه المباراه، وده طبعا ده اذا كان يدل على شيء او مؤشر لشيء يدل على ان الفاريز مش هيكون اساسي الجوله الجايه، ان في احتمال كبير تلاقي فودن ودي بروين وهالاند الجوله الجايه كلهم اساسيين قدام فرقه برينفورد عشان رجوعهم بعد كده الماتشات الشامبيونز ليج. فالايرلينج هالاند رجع عزيزي المشاهد ولازم يرجع معانا في التشكيلات بتاعتنا، وخصوصا ان مش كل الناس راحت جابته لغايه دلوقتي. تقريبا نسبه ملكيته دلوقتي لغايه دلوقتي مع تصوير هذه الحلقه 55% نسبه امتلاك، فراجل يعتبر ديفرنشال. فلو خطف لك جون قدام فرقه برينفورد مع عوده طبعا كيفن دي بروين ووجود فودن في الملعب ومع وجود طبعا دوكو جريليش والعالم اللذيذ دي اللي ممكن تساعده انه يوصل للجون، فاي جون ممكن يخطفه لك الجوله الجايه بنسبه ملكيته دي يعتبر ديفرنشال هيرفعك جدا في الترتيب. فهاته عزيزي المشاهد، ما تكابرش وهاته تاني. اما اللعيب اللي عندنا اللي بعد كده انا مش بكلمك عنه عشان نقول عايزين نجيبه، لا علشان انا عايز اتكلم عنه بعد اللي عمله، وخصوصا ان اللي لو في بالي ده حصل الراجل ده هيبقى ديفرنشال محترم جدا. مش بس ديفرنشال عشان نسبه ملكيته، ده ديفرنشال كمان عشان سعره. هو كونر برادلي مدافع فرقه ليفربول، الراجل بعد ما تعملق وتعظم الجوله اللي فاتت وجاب 21 نقطه قدر يعمل فيها اسيست ويجيب جون ويطلع كلين شيت وطبعا البونص، ممكن ده يدي بعد ليفربول مع كلوب ان الراجل ده يكمل كاساسي. ليه لحظه يا بوب، هيكمل اساسي على ارنولد؟ لا عزيزي المشاهد، مش لدرجه انه ياخد مكان ارنولد كاساسي، لكن ممكن يتفتق لذهن يورجن كلوب ان يلعب بالاثنين في وقت واحد، يسيب كونر برادلي على مستوى الدفاع ويحط ارنولد على مستوى خط الوسط. وطبعا ده لو حصل والراجل ده المدافع ده ب4 مليون بس لازم يكون في تشكيلتنا بعد اللي عمله، لان اعتقد من الصعب بعد اللي عمله ده يقعد دكه بعد كده. وطبعا احنا عارفين مشاكل كلوب على مستوى وسط الملعب وخصوصا مع رقم 6، ايه المانع انه يدفع فيها ارنولد انه يبقى هو اللعيب رقم 6؟ مش بس ممكن ارنولد يزيد على مستوى خط الوسط، ده ممكن ارنولد يلعب مكان صلاح اصلا. طبعا انا مش عايزك تستعجل وتروح تجيبه، عايزين نشوف الماتش الجاي قدام ارسنال. طبعا هو ماتش صعب اكيد وبيلعب في ملعب الامارات، ولكن طالما اداله الثقه في ماتش صعب زي ماتش تشيلسي في الانفيلد، ليه لا ممكن يديله الثقه في ماتشات صعبه الفتره اللي جايه. ولكن انا حبيت اقول لك على المعلومه على الواد ده تحطها في دماغك الفتره اللي جايه وتراقب تشوف الواد ده هيبقى اساسي ولا لا، وخصوصا في وجود ارنولد. فالتريكات والافكار ديت اللي بيفكر فيها يورجن كلوب الفتره اللي جايه لازم نخلي بالنا منها كويس جدا. وبس كده نكون وصلنا حلقتنا النهارده، حلقه قصيره ما كانتش طويله، كلمتك في بعض الاسماء اللي لازم تكون في تشكيلاتنا الجوله الجايه اللي ممكن نجيب من وراها نقط وممكن تعمل حاجه الجوله اللي جايه. اتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وان شاء الله تكون جوله سعيده ونقدر نعوض فيها اي خوازيق حصلت لنا في الجوله 22، وان شاء الله تكون جوله كويسه. اتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.